السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة مطبخ اليوم. جيتكم فيديو جديد، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة. بما ان العيد الكبير على الابواب، الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم تقلية او القلية او الدوارة، كل منطقة وشنو كتسميها ماشي مشكل. بحال المغاربة كاملين كيعرفوا القلية. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الاسرار ديال القليه، كيفاش تنجح ليكم وكيفاش تجيكم زوينه الحيمه ديالها، تجيكم المريقه زوينه والحيمه زوينه، ما تجيكمش المروريه ديال العطريه، التناسق ديال العطريه. القليه ما كتبغيش العطريه بزاف، دغيا كتبان فيها العطريه هي واللحم. يعني ضروري القليه خص يكون العطريه مضبوطه. ملي كنفوتوا القياس ديال العطريه، القليه ما كتجيناش زوينه، وبزاف اللي كيطيبوها وما كتجيهمش زوينه. نوريكم حتى الطريقه ديال الغسيل ديالها، نشارك معكم المراحل كامله بالنسبه للمبتدئين. واخا عمركم ما درتوا القليه غادي تنجح لكم الا تبعتوا معايا الفيديو حتى الاخير. غنخليكم مع الوصفه. غنبداو بسم الله على بركه الله. غادي نحتاج بانيو. انا من قبل راه القليه ديالي غسلتها مزيان، نقيتها وغسلتها مزيان، وعاد غنضيفها في البانيو. غادي نوريكم واحد المساله، حيت كاين اللي كيدير ليها الملحه والحامض بزاف وكتمرار ما كتجيش زوينه. هي راه ما كتحتاجش الحامض والملحه بزاف، باش نكونوا متفقين. انا غادي نوريكم في حالتي الا بغيتوا كاع ديروا شويه د الحامض وشويه د الملحه، تحيدوا منها الزفوريه ممكن. انا خويت، هي راها مغسوله دابا، المرحله راها مغسوله مزيان، خويت عليها الماء، جبت نص حامضه كيف ما كتشوفوا. غادي نحاول نقطع الحامضه فوق من القليه ديالي، وغادي نضيف شويه د الملحه، غير شي شويه ماشي بزاف، وغنخليها 2 دقائق 3 دقائق على ما نقطع البصله. حيت الا خليتوها في الحامض والملحه بزاف راها كتمرار وما كتجيش الحيمه ديالها زوينه. هذاك الشيء علاش كنأكد لكم الا بغيتوا ديروا هذه العمليه كتغسلوا القليه ديالكم مزيان. هذيك الكرشه كنحاولوا نقشروها شويه بالموس، كنغسلوا القليه ديالنا مزيان وكنقطعوها الطريفات اللي بغينا، وكنسقطروها. عاد كنديروا ليها مويها نقيه، وكنحاولوا كنديروا شويه د الملحه وشويه د الحامض. كيف ما شفتوا درت نص حامضه صغيره في كيلو ديال القليه وشويه د الملحه، وغادي نخليها 2 دقائق 3 دقائق، وغادي نصفيها وغادي نشللها 2 مرات من هذاك الملحه والحامض. ضروري، حيت الا كثرتوا فيها الحامض ولا خليتوه فيها بات ولا خليتوه فيها بزاف راه كيمرر لكم القليه ديالكم. باش نكونوا فاهمين، انا بغيت نقول لكم هذه المعلومه باش القليه ديالكم تجيكم زوينه. الا تفرجتوا في الفيديو تنجح لكم، تصدق لكم القليه وتولي ما عندكمش مشكل فيما طيبوها، تجيكم سهله. وغادي نضبط لكم المقادير ديال العطريه. صافي انا راه شللتها 2 مرات ولا 3، سقطرتها في الشبيكه كيف ما كتشوفوا بالزربه، ما خليتهاش بزاف. انا وريتكم هذه العمليه. الا بغيتوا ديروا الحامض والملحه ها كيفاش ديروا ليها، ما تكتروش نهائيا، ما تكتروش الحامض والملحه. صافي صفيتها خليتها حتى تسقطرت مزيان على خاطرها. درتها في الطنجره ديالي. دابا غادي ندوز ندير التوابل، وغادي نعطيكم التوابل ديال كيلو ديال القليه شحال كتجي. عندي هنايا نص معلقه ديال الخرقوم، ما تفوتوهاش. الا فتوا القياس ديال التوابل راه القليه ديالكم غادي تجيكم مره. نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الابزار، المعلقات صغار كيف ما كتشوفوا، ماشي معلقه صغيره، المعلقات يكونوا صغارين. انا كنأكد لكم نص معلقه ديال القزبر يابس مطحون، نص معلقه ديال الملحه. ما تنساوش الا غسلتوها بالملحه، ما تنساوش انكم غسلتوها بالملحه باش ما تجيكمش مالحه، حيت هي دغيا كتملح. وشويه ديال القرفه مطحونه، شويه كيف ما شفتوا، حيت باقي غادي نديروا القرفه عواد. يعني القرفه الا كثرناها راه حتى هي كتمرر لينا القليه ديالنا. وجوج معلقات ديال التحميره. غنضيف 2 فصوص ديال الثومه محكوكه او مدقوقه بحال. وغنضيف شويه ديال الربيع مقطع. راه كيف ما قلت لكم اي حاجه خاصها تكون مضبوطه باش التقليه ديالكم تنجح لكم وتجيكم زوينه. اي حاجه ما خصكمش تكثروا فيها، لا التوابل ولا الزيت ولا الربيع ولا الثومه، كل شيء خصو يكون مضبوط. حتى البصله ما كنكثروش، انا ندير نص بصيله مقدره موسطه. حتى التقليه ما كتبغيش البصله بزاف، الا كثرتوا فيها البصله ما كتجيبهاش زوينه.
وعويد ديال القرفه ونص كاس ديال زيت العود ما بين البلديه والروميه، حيت التقليه ديالنا كتكون فيها شويه د الشحمه. الا كثرنا الزيت غادي تجينا ميدمه. لهذا نص كاس صغير صافي بركه كتجي زوينه. صافي هنايا ها انا درت دابا كلشي غادي نحطها على البوطه تشحر، وغادي نشحرها مزيان. واحد المعلومه، خص التقليه ديالكم تشحر مزيان على البوطه. ضفت طريف ديال الحامض مصير غير شويه ماشي بزاف. صافي حطيتها فوق البوطه وخصها تشحر مزيان باش التقليه ديالكم كتجيكم زوينه. خصها تشحر مزيان. ملي ما كنزيدوها لا ما لا والو، كنخليوها كتشحر واحد 15 دقيقه فوق البوطه او فوق المجمر بلا ما نزيدو لا ما لا والو. هي فاش كتجي تشحر مع هذيك البصيله راها كتطلق المريقه. ملي كتشحر كنحسوا بها تشحرات مزيان، عاد كنمرقوا كنغلقوا عليها الطنجره ديالنا. ملي كتغلى كنقصوا عليها. خصها طيب لكم على بوطه مهيله باش كتجيكم زوينه. ما طيبوهاش على بوطه مجهده نهائيا. بغيتوا طيبوها فوق الفاخر طيبوها، كتجي رائعه كتجي زوينه. صافي هنايا انا عندي الماء سخون طايب باش غادي نمرقها. كيف ما قلت لكم كنأكد لكم ضروري خصكم تشحروها مزيان الا بغيتوا القليه ديالكم تنجح لكم. راه من اول استعمال غادي تنجح لكم الا تبعتوا الفيديو وتبعتوا الخطوات. صافي هنايا عندي الماء طايب. مرقت الطنجره ديالي وغادي نسد عليها. ملي تغلى غادي نقص عليها ونخليها. راه ما كتديش وقت طويل في الطنجره ديال الضغط، كطيب بالزربه ساعه الا ربع ما كاملاش كتكون طابت. من بعد ما طابت ليا التقليه ديالي ها هي دابا راها طابت وجدات. كنكون باقا مخليه فيها شويه د المرقه. غادي نضيف شويه ديال الزيتون. الزيتون اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه ماشي مشكل. انا ضفت فيها شويه الزيتون مهرس كيتواتى معاها كيجيبها زوين. بالنسبه اللي ما بغاش يدير الزيتون ماشي مشكل. انا كنوريكم الاقتراحات وكنوريكم الطريقه ديالي وانتم ديروا اللي بغيتو. صافي وكنولي نغلق عليها واحد 3 دقائق. ما كنزيدها لا ما لا والو، كنولي نغلق عليها باش هذاك الزيتون كيطيب. صافي ها هي واجده التقليه ديالي. شوفوا تبارك الله المريقه كيفاش كتجي خاتره، ما فيها لا زيت لا والو، ما ميدمه ما والو. صافي راها طابت. دابا غادي ندوزو نقدموها في الطبق ديالنا. خليكم معايا. صافي جبت الطبق اللي غادي نقدمها فيه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله التقليه كيفاش جات رائعه، على رويحه خارجه منها وجات معلكه. جات زوينه بحال ديال امهات ديالنا، بحال ديال ايام زمان ديال العيد اللي كتشموها من راس الدرب كطيب على الفاخر. كتجي رائعه زوينه بزاف. يصدقوني الا تبعتوا الطريقه ديالي غادي تنجح لكم من اول استعمال. ما غاديش تلفوا فين. وريتكم المقادير كامله ووريتكم العطريه كيف ما قلت لكم. التوابل مني كنكثروهم في شي حاجه راه ما كيخليوش اللوغو ديال الحاجه تجي زوينه. اي اكله خصكم تضبطوا ليها التوابل ديالها باش هكا ما كتفسدش لكم الوصفه ديالكم وكتجيكم زوينه. بالاخص التقليه الا كثرتوا فيها العطريه كتمررها ما كتخليهاش تجي زوينه. والا درتوا القياس كيف ما قلت لكم كيلو ديال التقليه كديروا نص معلقه صغيره كتجي زوينه. كتجي المريقه متناسقه مع التقليه، ما كيجيش فيها مشكل نهائيا. صافي زوقتها بشويه ديال الحامض وها هي الشكل النهائي ديال التقليه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي رائعه. الا شفتوا الفيديو عجبكم ما تنساونيش من تشجيعاتكم ولايكاتكم. فعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء بصحه وراحه.